حصريا عبد الإله ملحوت يهدي عمرة لأستاذه ويطلب المسامحة منه. السلام عليكم اخوان، انا جيت امام المؤسسه التي درس بها الاستاذ اللي طرا لي مع الفيديو. انا ما كانش القصد ديالي هو انني نقول للاستاذ بالله عندك الطوموبيله ما تيتاش. انا بنقول القصة ديال عبد الإله ملحوت هو أنه مؤخرا كان في مدينة مراكش كيسوق الطوموبيل ديالو، وصادف بالصدفة تلاقى مع الأستاذ ديالو اللي قراه في يامة الليسي ولا الكوليج الليسي يمكن، ودار معاه صورو بحال هكا وقال له تبارك الله عليك أستاذ وهادي. وداك الأستاذ كان راكب واحد الطوموبيل على قد الحال، يعني طوموبيل عادية، وهو بديك الطريقة اللي هدر ما واخا النية ديالو ما كانتش ناوي أنه يستهزئ بداك الأستاذ، ولا كانت النية ديالو عادية، يعني سلم عليه قال له أستاذ كي راك داير تبارك الله عليك. والفيديو انتشر بواحد الطريقة، الناس اللي ما عارفينش تبارطاجا الفيديو بزاف، واللي كيشوف داك الفيديو في الفيديو كيبان على انه بحال كيستهزئ بداك الاستاذ، واخا ان النيه ديالو ما كانش ناوي، وكان يهضر بعفويه، وغير بغى يبين داك الاستاذ بانه راه نجح في الحياه ديالو وراه وصل. حيت الاستاذ ديالو كان فاش كان كيقرا كان يقول له الاستاذ بانه ما غاديش يطفرو ما غينجحش. بقات فيه ديك الهضره، وفاش تلاقى معاه هضر معاه بديك الطريقه باش يبين له زعما بانه وصل، رغم ان الاستاذ كان يقول له ما عمرو غتطفرو في حياتك. تلاقى معاه بطوموبيله وهو كيسوق، يعني راه حقق شي انجاز في الحياه ديالو. فاش هضر مع مول الحوت كيهضر بواحد الطريقه على اساس انه كيهضر بعفويه استاذ تبارك الله عليك هادي مزيان، ولكن الطريقه ديالو ديك العفويه ديالو خلات الناس انهم الفيديو كيبان بانه بحال كيبان على داك الاستاذ شوفني انا شنو صايك وانت شنو عندك، واخا عايرتني. والفيديو دار ضجه كبيره لدرجة أن الأستاذ بقى فيه الحال. مشى عبد الإله مول الحوت عنده حتى المؤسسة فين كيقري، وعطاه بوكي ديال فلور ديال الورد، وعطاه واحد المصحف قرآن الكريم كاعتذار، زعما طلب منه السماحة وهادي، وكان باغي يعطيه واحد العمرة، ولكن داك الأستاذ رفض. بقى فيه الحال حتى في الفيديو انتشر، الناس كيهضروا والتعليقات، وراكو عارفين الناس المغاربة ديالنا كيفاش كيديروا. بعض المرات الفيديو كيكون عادي ولكن كيضخموه بالهضره والتعليقات ديال كل واحد والرأي ديالو. الاستاذ ديالو رفض، قال له بانني ما نقبلش، ما بغاش كاع يهضر معاه، قال لك ما بغاش حتى يرد عليه، ومشى رفع به شكايه عند القضاء. زعما علاش تصورني. هذا الشيء اللي كاين القصه باختصار.